بعيد طبعا عن المكسب والحمد لله وكل حاجه، بس يا جدعان في كام نقطه لازم نتكلم فيهم مع بعضين. احنا كاهلاويه يا جدعان، احنا لحد امتى الدفاع بتاعنا هيبقى عامل كده؟ الدفاع بتاعنا شوارع. انا تقريبا لو عم حافظ ده جمع ناس صحابه وراحوا هجمه مرتده على الاهلي هيجيبوا فينا جون، مش ممكن. ياسين مرعي انت فين؟ انت مكانك فين؟ محمد هاني انت بتغطي مين؟ شناوي يا شناوي، يعني الكوره مش صعبه للدرجه دي يا جدعان. خط ظهر رايح في داهيه. كان عاجبني قوي الضغط اللي انت عامله على سيراميكا اول نص ساعه تلت ساعه 25 دقيقه، ما خلتش الناس يعرفوا يعملوا البيلد اب من تحت. حلو قوي، كان شكلك حلو جدا. انا عارف انك مش هتقدر تكمل في الكلام ده، والبدني عندنا فيه مشكله، انا مدرك تماما الحته دي. يعني مفيش فريق هيفضل ضاغط كده على طول، بس مش لدرجه ان انا اخر تلت ساعه سايب الكوره مع سيراميكا وعمال احلق. احنا حرفيا يا جدعان بنحلق على سيراميكا. مش ممكن، ازاي انت سايب لهم الكوره خالص؟ هو انت هتضغط قوي يا تريح قوي؟ لا يا جدعان مش هينفع، ما ينفعش انا بقى قاعد كده على اعصابي، وانا كل مره هكسب على اعصابي كده؟ لا صعب جدا طبعا. وبعدين هو جراديشار ده انا متعاقد معاه على شوط، انا مش فاهم بصراحه. انا جراديشار ده ما بيكملش معايا ماتش بجد والله العظيم. يعني دايما كل لما عاوزه ماتش يلعب شوط ويطلع شوط و10 دقايق. ايه الحكايه يعني؟ ايه يا جدعان؟ مش كفايه دافي اللاعب من الازاز اللي عندي؟ هيبقى دافي وجراديشار. يا جدعان انا حظي وحش في الاجانب ليه كده؟ طبعا مش عايزين ننسى حق زيزو يا جدعان، بجد زيزو بيعمل رفعات دواء بجد والله. يعني في ناس تقول لك انت جايب زيزو عشان يديك رفعات. يا عم انا ما عنديش الحاجات دي يا ابني. انا عندي باك شمال كوكا، انت فاهم انا فين؟ وباك يمين هاني. انا في عرض اي حد يعمل لي عرضيات، انا نسيت العرضيات دي، نسيت الاجوان من تيجي من العرضيات يعني. فانا يا عم لو زيزو هيجي يديني العرضيات والاسيستات الجميله دي انا موافق طبعا يعني. لا يا جماعه بجد عرضياته دواء. طبعا مش هتكسف اقول لكم ان انا في الاخر مبقتش عارف احنا بنلعب ازاي. يعني بعد نزول رمضان محدش يقول لي بيكهام. احمد رمضان، انسى بقى بيكهام ده خالص. مش عايز حد يقول لي بيكهام، ده اسمه احمد رمضان. طبعا ما بقتش عارف بصراحه احنا بنلعب ازاي. يعني ما بقتش عارف هو مين الجناح اليمين، مش عارف. يعني عارف اصلا ان انا عندي جناح شمال كان تريزيجيه، وبعد كده نزل عبد القادر. ما بقتش عارف مين اليمين. الناس دي كلها فين؟ مش عارف. طبعا ده خلى الاستحواذ كله يلبس سيراميكا. فانا بصراحه مش عارف يعني، لسه محتاج اتفرج على الماتش تاني عشان افهم احنا كنا بنلعب ازاي وتوظيف اللعيبه دي ايه. يعني احنا يعني كنت محتاج افهم النقطه دي بصراحه. يعني كميه بقى الكور اللي عماله تيجي في ايد اللعيبه اخر 3 4 دقايق يا جدعان. ما الكوره جايه في ايده، ما الراجل جزء من ايده، واحده خبطه في رجله وخبطه في ايده اكيد مش تحسب. وفي واحده تانية الكوره قريبه جدا انها تخبط في ايده. يا جدعان ايده مش ممدوده والكوره خبطت فيها، لا ده الكوره جايه في ايده، الراجل خبطها. هي مش اي لمسه بالايد تبقى ضربه جزاء يعني يا جدعان. ما في قوانين يا جدعان، مش يلا بيلا يلا بينا كده وخلاص. يعني عشان الناس اللي هتطلع تقعد تهي في الحته دي، اول حاجه قربك عن الخصم عامله ازاي، والخصم ايده جنبه ولا ممدوده، كل الحاجات دي يا جدعان بتتحط في الحسبان. يعني مش يلا ايده في يلا هوبا ضربه الجزاء. وما تبطلوا بقى يا جدعان الشغل بتاعكم ده. يعني في الاخر نقول مكسب الحمد لله، بس بصراحه برضه اداء ما يطمنش. الدفاع مش احسن حاجه، شمال مفيش، يمين على الله. هجوم يعني هو تشاد اتصاب، لما تشوف اصابته عامله ازاي. فانت داخل الماتش الجاي انا اتمنى قبل الزمالك. يعني انا رايي الشخصي يعني اتمنى الزمالك، وليكن يعني ممكن تتفرج على الفيديو ده تبقى خلاص عرفت مين اللي هنقابله، اهلي زمالك ولا بيراميدز. يعني واصل زي ما قلت لك انا والزمالك يعني صباح الفل شبه بعضنا يعني. انما بيراميدز لا، فريق منظم ومتكامل وعنده نجوم في كل المراكز. هيبقى ماتش بالنسبه لي تقيل. فالزمالك بالنسبه لي انا متعود على الزمالك، فاتمنى ان الزمالك يكسب بصراحه يعني.